إيمي سمير غانم وحسن الرداد استقبلوا مولودهم الأول مع بداية السنة، وبالتحديد يوم 2 يناير، وصادف في اليوم ده عيد ميلاد حسن الرداد، وسموا المولود باسم فادي على اسم شقيق حسن الرداد اللي توفى من فترة. الممثلة التركية هازال كايا ولدت مولودها الثاني في 12 فبراير، وسمت المولودة باسم ليلى سوريا. أما المطرب المعتزل أدهم نابلسي رزق بمولودته الأولى وسماها ماسة. الفنان أمير شاهين رزق بمولودته الأولى في مايو الماضي وسماها مريم. أما النجم الأمريكي روبرت دونيرو رزق بمولوده السابع السنة دي، وهو في عمر 79 سنة. في يونيو الماضي نجم الباتشينو رزق بمولوده الرابع من حبيبته الكويتية نور الفلاح، وهو في عمر 83 سنة. وفي شهر يونيو أيضا رزقت الفنانة ريهام حجاج بتوأمها يوسف وجميلة من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة. وفي شهر يوليو رزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بمولودها الثاني وسمته راشد. وفي نفس الشهر رزق الفنان أحمد سعد بمولودته الرابعة وأطلق عليها اسم مريم. هيثم نبيل في يوليو الماضي رزق بمولودته وأطلق عليها اسم مولان. وفي أغسطس الماضي رزق رضا البحراوي بمولوده الثامن وأطلق عليه اسم ريان. جوري بكر في سبتمبر الماضي رزقت بطفلها الأول. وفي نفس الشهر رزقت الفنانة بسنت صيام بمولودها الثاني وأطلقت عليه اسم كريم. وفي نوفمبر رزق مؤدي المهرجانات حمو بيكا بمولودته الأولى وأطلق عليها اسم تاج.